اتقي الله يا أمجد. تعالي ما تعالي تغدي. تعالي مجهزتها الهاتف، تعالي اتغدى. تعالي ولدي يا امجد، يعني نظل نستناك اليوم؟ يلا جايكم. شنو هذا الطابخينه؟ شنو يا ولدي؟ مثل ما انت شايف، نعمة وخير الله. عرفانين انها نعمه، ما قلت لكم لا تطبخون هذا الطبخ مشتهي؟ يا ولدي عندي غيرها منين وما طبخت له؟ بتعرفني يا رب الله ما عندي غيرها البنيات، وانت ولدي الوحيد وبدفع تشتغل، منين تجيب لك غيرها نعنها؟ هذا الحكي كله ما يهمني، لما اقول لكم لا تطبخون هاي الطبخه يعني لا تطبخونها. والأمجد انت ايش بك ليش معصب على امي؟ مو امك يعني هاي؟ وين يا ولدي لا تكبر عنا، وين لسه شفت الاجر والفقر عند غيرنا؟ هذا الله وقول الحمد لله. الحاصل بنتي فهمانه علي، لا تطبخون هالطبخ واكل ما عاد اكل. اخ يا امجد شلون هتساوي؟ الله يسامحك يا امجد، احسن شيء. لا تبكين يا يما، ليش عاد تبكين؟ انا اعرف شو اسولفه. تربيه وحيد وهي تساوى بالدليل. والله يا بنتي يا رهف ما ظلي نفس بلدك. الله يسامحك يا امجد، احسن شيء. انا لازم اقوم اسولف كم كلمه. والأمجد مشان الله لا تحكي علي، بدي اسولفك كم كلمه. صحيح انت مستلم البيت وما لنا غيرك اخ، بس حكي اللي بقلبي. خير هات ايش عندك؟ طيب يا امجد، تعرف ان ابوي توفى واحنا صغار، وقعدت امي مشاننا وإيش قد تعبت علينا تربتنا، وخاصة انت يا امجد. وش هذا ساواني يعني؟ ايش عاد اساوي؟ كل اللي سويته بامي وإيش عاد اساوي؟ يا امجد انت مغلب الشباب بهالعمر هذا، وكأنه ما تعب عليكم حدا، والوحيد هو بر الوالدين، كما تدين تدان، راح تاكلها يا امجد بالدنيا قبل الاخرة. وينك انت من قول الله سبحانه وتعالى من بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. اتقي الله يا أمجد بأمك، لأن ما لا حدا بهالدنيا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. اتقي الله يا أمجد. يا رب دخيلك، وين موصلاني؟ اذا اختي صغيره تسولف هيك. يا أمجد اتقي الله وقوم طيب خاطر أمي، لأنه قعدت من الأجل زعلانة. اوف والله كلام كان كله صحيح. يا رب دخيلك تتوب علي. تعال معي. يا إما مشان الله تسامحيني. يا ولدي ليش بحياة الأم شالت على ولدها؟ يا ولدي لو بقدر أشيل من دمي مامتكم ما قصر. أنا من ولي بهالدنيا غيركم، وتعبت بهالدنيا لمنا لبت بس مشان أشوفكم قدامي تكبرون. أرحم عاد يرضيك كلامي وأشلي يا أمجد.